أستاذ فتحي، أنت تتكلم على استراتيجيات، أنت تتكلم على مدارس تكوين، تتكلم على أكاديميات، على اتحاد مغربي قوي. كل هذه المدخلات تعني مخرجات سليمة. طبعا انا نحكي اكثر من هكا، نحكي على اراده الدوله. اراده الدوله. اتحاد وحده شو ينجم يعمل؟ اتحاد شنو هي الموارد نتاعو؟ اذا كان الاتحاد ما يبنيش ملاعب، الاتحاد ما يعملش بنيه تحتيه، الاتحاد ما يضخش اموال كبيره للفرق، للتربصات، للاكاديميات، للشبان، لي لا. اراده دوله. المغرب الشقيق احنا نعرفه، باش نعرفه لانه المغرب الشقيق هي اراده الدوله. وقت اللي نعرفوا انه المغرب قدم من ترشح 5 مرات لتنظيم كاس عالم. احنا عندنا بلدان عربيه مش قادره، من غير ما نسمي، مش قادره تنظم كاس افريقيا نتاع الشبان، ونظم كاس العالم للانديه كابتن. وهذه النقطة أنت تكلمت على إرادة دولة، لكن من اللي يضع في استراتيجيات، من اللي يكون عنصر داعم يقدم أفكاره بحيث تتبلور على أرض الواقع. الملف يقدم فيه اتحاد الكورة، المقترحات بتاع تنظيم المسابقات، زد على ذلك على قوة المسابقة. مؤيد، أنا نمشي معك بدرجات، لأنه أي استراتيجية تنجم تعملها أنت في اتحاد الكورة وغيره يلزم يكون فما دعم، فما أموال هي اللي باش تضخها، لكن الدولة تعطي الأموال وتبعد على روحها. الآن الاتحاد الكورة فانا جو يخدم، فانا جو يتعامل، كيف يتعامل مع الإطار الفني، كيف يتعامل مع اللاعبين. اللي نسمعه أنا شخصيا وأقولها، أن رئيس الاتحاد المغربي يساعد كثيرا الفرق المغربية، يعاونهم في المسابقات. صح عليهم، صح عليهم. أنا تونسي ومسؤول ونجم نعاون الفرق نتاع، نعاونهم ولا ما نعاونهمش؟ أكيد، أو للمعاونين. هذه الأولى. يتدخلوا على مستوى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صح عليه، عملوا كيفه، عملنا كيفه احنا قبل شوية. خلينا ما نرجعوش للتاريخ. اثنين، هل يتدخل في الخيارات الفنية للمدرب في علاقته باللاعبين في لحد الآن؟ لا، ما نسمعوش، ما نسمعوا صوت رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إلا عندما يدافع عن المغرب. لا نسمع له صوت عندما يتعلق الأمر بالكرة المحلية، بالفريق الوطني. صوته الوحيد اللي يتكلم مشى مع الشارع المغربي عندما أقال وحيد خليلوزيتش، لأنه قد استمع لنبض الشارع، استمع للصوت المغربي. سي وحيد قال لك هذا مزراوي، هذا سيزياش، هذا يتكبروا على الفريق، هذا ناقصين وطنيه، هو يبيع في الوطنيه عنده بالمزاد العلني، هذا ما يجيوش. في وقت ما قالوا له الوطنيه تفرض سي وحيد انك تغادر، ويرجعوا الوطنيين اللي هما ظهروا، مش نحكي وطنيه راهو كوره، وظهروا. ريت حكيم زياش كيفاش يلعب، ريت مزراوي، في بالك مزراوي من المقابله الاولى مصاب، من المقابله الاولى مصاب، ويلعب بالحقن. طيب يلعب بالحقن. كذلك حكيمي، وكذا حكيمي معناها سمع وقتاش يتدخل. اذا فما تناغم، فماش تداخل في الادوار. احنا مع الاسف في بعض البلدان العربيه الاخرى تدخل كبير في الادوار، وهذا اللي مخلينا نتراجع. بالطبع رئيس الاتحاد يعمل التشكيله، رئيس الاتحاد كذا، او رئيس الاتحاد لا يساعد الفريق الى اخره. طيب. اذا تحيه للمغرب في كلمه، لاني يلزمني نقولها، لانه المغرب دخلت التاريخ وغيرت جغرافيا الكرة العالمية. جغرافيا الكرة العالمية لأن تغيرت، وهذا اللي قلته في وقت ما مع مستر جيانيني، وأن الخارطة الكروية تغيرت.